الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى لايك للفيديو واشتراك في القناة. احنا هنعمل كيكة الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة. تنفع معانا فطار، تنفع عشاء، ويمشي على المجادير. معانا كوباية وربع سكر، دي كوباية وهنزود كمان ربع، ودي كوباية لبن، ومعانا 3 حبات بيض، ومعانا كيس كيك شيف، ومعانا الفانيليا، ومعانا معلقة خل، وهنعاير كوباية زيت بنفس الكوباية بتاعت اللبن دي. وهنا دول 3 كوبايات دقيق منخولين بنفس برضو الكوباية اللي هي بتاعت السكر، ونفس الكوباية اللي هي بتاعت اللبن. كده حطينا ال3 بيضات يا حبايبي. هنا معلقة الخل، هنا معلقة صغيرة فانيليا سايلة، هنا نحط كوباية اللبن، نحط المواد السائلة الأول. هنا نحط كوباية اللبن، احنا حطينا كوباية لبن هنعيرها زيت، كوباية زيت هي نفس الكوباية. نحط كوباية السكر ده حسب الرغبة يا حبايبي، بس هي كوباية وربع يعني مظبوطة. كده نضرب المكونات في الخلاط يا حبايبي. ضربنا الخليط كده في الخلاط، وده القوام بتاعه معانا اهو. احنا عايزين القوام دي كده. شوف لون الخليط معانا بقى كريمي وجميل. نفضل المكونات دي بس عشان يبقى ايه المقادير مظبوطه. ان شاء الله تطلع ناجحه معانا. هندخل معاكم بقى الدقيق، دي 3 كوبايات دقيق، هعايرهم معاكي تاني وادخلهم معاكم تاني. يعني كل ما تنخليه مره او 2 يكون احسن. الخليط ده بعيد كده اول كوبايه، ودي التانية معاكي. الكوبايه التانية انا نخلهم مره ودي التانية، يعني كل ما تنخليهم كل ما تطلع معاكي الكيكه هشه وطريه وجميله. هما 3 كوبايات بالظبط. هي دي الكوبايه اللي احنا معايرين بها السكر، ومعايرين بها هي نفسها الكوبايه اللي معايرين بها الزيت. كده دخلنا الدقيق، نحط عليها كيس الكيك شيف، وذرة ملح، ونقلبهم في بعض. ونضيفهم على الخليط برضه.
واحدة واحدة وتقلبي في اتجاه واحد عشان الهواء ما يخرجش من الكيكة. نزل شوية بشوية واضربي. في اتجاه واحد كده. كده هنحط بقية الدقيق اهو، ونقلب. ودي قوام الكيكة بعد ما ضربناها بالمضرب، بقومها كده. نفضها في الصينية. هنا الصينية انا مبطناها دهنها مادة دهنية ورشها رشة دقيق. الصينية دي يا حبايبي اكبر مقاس في التلات صواني اللي هما فوق بعض. كده نلم الخليط كويس يا حبايبي. ونخبط الصينية كده خبطتين كده عشان نطلع منها فقاعات الهواء. هندخلها الفرن يا حبايبي بقى ونوريها لكم بعد ما تطلع. كده بعد ما الكيكه خرجت من الفرن هشه وجميله اهي، نقطعها سوا مع انها لسه سخن. المفروض نستنى شويه بس لسه سخن. نقطعها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش على المقادير مظبوط وهي تطلع معاكي جميله. طلع منها قطعه كده مع انها لسه سخنه يا حبايبي. شوف فاتحه وجميله وهشه. طلع معاك قطعه تانية. يا حبيبي جميله وطريه وهشه وخفيفه. دي الماده الدهنيه اللي احنا دهنينها تحت في الصينيه من تحت. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.